هرد على سؤال لكل اهلاوي دلوقتي بيسأله، ولحد دلوقتي لسه بيتكلموا فيه، برضك على الاعلام. بيقول لك دلوقتي ان نادي الزمالك مبالغ قوي بالفرحه بتاعته، لحد دلوقتي بيتكلموا فيها، ولحد دلوقتي احنا بنحتفلوا بيها. تمام يعني. انا دلوقتي اخد دوري في وسط ازمات صعبه انت مالكش دعوه بيها، تمام؟ فانا طالع ارد عليك. انت الاحتفاليه بالنسبه لك ازاي؟ انت اخدت بطولة، فانت المفروض ان انت تحتفل ازاي؟ بالراحة كده. طيب، هل انت عندك بطولات ياما فخلاص زهقت من الاحتفال؟ لا، ده برضك مش سبب ان انت ما تعرفش تحتفل. تمام، لان ريال مدريد اخد الشامبيونز ليج، لما بياخد الدوري بينزل يحتفل بالاتوبيس في قلب الشارع مع جمهوره. تمام، يبقى كده ريال مدريد ما بيأفورش. تمام. ارسنال بعد 20 سنه لما اخد الدوري نزل يحتفل برضك في الشارع. ارسنال كده ما افورش. انت بقى واحد، لما بتيجي بتحتفل ازاي بقى؟ طب خلينا بقى هجيلك في الاحتفال، بس ابعد الاحتفال دلوقتي. انت واحد دلوقتي المدرب بتاعك عامل معاه انجاز، حدفت عليه ازاز وشتمته. تمام. مش عارفة مين اللعيبة اللي ما بتنزلش ما بتجيبش ما بتعملش، شتيمة وقلة أدب وليلة وليلة. يا عم عادي، ده أسلوبك في الملعب، أسلوبك في التشجيع، دي حاجة مش بتاعتي. أنت متعود على كده، حاجة مش بتاعتي. نيجي بقى للكلمة بقى، الاحتفالية. أنت حضرتك دلوقتي، أنا مش ذنبي إن أنت عندك جهل احتفال. يعني مش ذنب ان انت جاهل بالاحتفال ما بتعرفش تحتفل، دي مش بتاعتي. هتقولي لا انا بحتفل واخد وعندي وسوي ومخلي، بس زهقت. لا، انت ما زهقتش. ليه بقى؟ لان انت لما اخدت بطولة افريقيا بعد وقت كبير من الزمالك، اللي هو الخصم اللي ما بيديك كشاف على عينك بيعميك، تمام؟ انت رحت احتفلت ازاي بقى؟ طب هنقارنوها. انا رديتك في السوبر الافريقي قبل ما اقول لك انت احتفلت ازاي. في السوبر الافريقي لما اخدته انا احتفلت في الشارع، قلعنا شماريخ، فرحنا، نزلنا في وسط الشارع، ولا شتمنا ولا عملنا ولا سوينا. ولو شتمنا يا عم دي عادي خالص، عشان انت الخصم بتاعي اللي بديك كل مره كشاف على عينك بعميك. تمام، بس ما طولتش عن كده، احتفلت عادي. تعالى بقى ليك. انت لما جيت كسبت السوبر الافريقي، اما كسبت افريقيا عملت ايه بقى احتفالك؟ رحت جبت كلب وشبيته ببني ادم، وده حرام. تمام، حرام وما فيهاش جدال خالص. تمام. وتاني حاجه رحت المقابر. كوره ملهاش دعوه بالمقابر، احتفاليه ملهاش دعوه بالمقابر، لان ديت ليها حرمه لوحدها. تمام. فانت جاهل بالاحتفال، ما بتعرفش تحتفل، ويوم ما بتحتفل بتبوظ الدنيا وبتخش في حاجات ما ينفعش تخشها تبع الدين. فانا دلوقتي انت جاي بقى عايز تعلمني الاحتفاليه وتقول لي انت مبالغ في الاحتفاليه. لا، انا مش مبالغ. انا بحتفل باحترام وبعدين احتفل، لان انا بازماتي اللي انا عاملها، تمام، عرفت اخد منك انت وبيراميدز، معاكوا صفقات وفلوس وكل الدعم ليكم، وفي الاخر إيه اللي حصل؟ اخدت منكم الدوري برجل واحده. فاما تيجي تقول لي لا انت مبالغ في الاحتفال، لا، كنت كسبت الدوري واحتفلت. لكن انت واحد مش عارف تكسب الدوري. انا ايه ذنبي؟ ايه ذنبي ان انت يعني ما تبقى عليك حسرة انت بسبب فريقك وصفقاتك؟ انا مالي يا عم؟ ما تسيبني احتفل. هفضل احتفل لحد ما الدوري اللي جاي يبدأ، لان انا بعرف احتفل ما اذيتش حد. لكن انت لا، انت ولا بتعرف تمشي مدرب من عندك عامل انجازات بطريقة حلوة، ولا بتعرف تحتفل. فابعد عني بقى، ابعد عني. شير الفيديو لكل اصحابك، تمام، عشان يوصل لكل اهلاوي، عشان ده الرد الاخير اللي المفروض هم اي حد يرد عليهم. السلام عليكم.